الفيديو اللي حضراتكم شايفينه ده للسفينة زوجرافيا سفينة يونانية أصيبت بصواريخ من الحوثيين في البحر الأحمر، وتم إبلاغ هيئة قناة السويس بأن السفينة أصيبت في بدنها بصواريخ من الحوثيين، وأن السفينة بتستغيث بهيئة قناة السويس للتدخل العاجل لإصلاحها. هيئة قناة السويس عندها حاجة اسمها موبايل تيم أو فريق الموبايل أو فريق الطوارئ باللغة التجارية. على طول فريق الطوارئ في هيئة قناة السويس تحرك، والنهارده 22 يناير 2024 تم تحرك عدد من قاطرات الهيئة زي ما حضراتكم شايفين كده في الفيديو، وبمجرد وصول السفينة إلى مدخل القطاع الجنوبي من قناة السويس تم سحب السفينة إلى ترسانة قناة السويس. والترسانة دي عشان برضه الناس تكون عندها فكرة من أقدم الترسانات في منطقة الشرق الأوسط بالكامل، وتحديدا تم تأسيسها في العام 1866، يعني أكثر من قرن ونصف. ترسانة السويس دي موجودة من أيام الأسطول في عهد ما قبل حتى الملك فاروق والمملكة المصرية. السفينة تم سحبها والتعامل معها على الفور من أجل إصلاح نتائج الصواريخ اللي انضربت فيها. السفينة في الحقيقة بيبلغ طولها 190 متر وعرضها 32 متر وغاطسها 6 متر، كانت انضربت تحديدا يوم 16 يناير. الحوثيين ضربوها في البحر الأحمر، وأنا دايما بقول الحوثيين دول يعني أذوا مصر، والضربات بتاعتهم أثرت على مصر وعلى داخل قناة السويس بشكل مباشر، رغم ان البعض بيشيد بضرباتهم. لا، ضربات الحوثيين اضرت بمصر واضرت باقتصادها. المهم زي ما حضراتكم شايفين هذا المشهد الرائع في الحقيقه، قطارات الهيئه راحت سحب السفينه ورفعها على الحوض العائم. الحوض العائم اللي هي السفينه بتدخل فيه وبتترفع وبيبدا التعامل معاها. طول الحوض العائم 302 متر وعرضه 55 متر، وبيستوعب سفن ضخمه في الحقيقه. وبعد تطويره في عهد الفريق اسامه ربيع، عايز اقول لحضراتكم ان الحموله بتاعت السفينه تصل الى 55,000 طن. بقول في الحقيقه ان رب ضاره نافعه. طبعا المنظر اللي حضراتكم شايفينه ده هيكون بفلوس، بتكلفه هتندفع بالعمله الصعبه. يعني سبحان الله، احنا معدل السفن تراجع في القناه، لكن يعني الخدمات البحريه اللي بنقدمها للسفن العابره في البحر الاحمر وحتى في قناه السويس، واي سفن بتستعين بخبرات الهيئه دي كلها بتضيف قيمه اضافيه لقناه السويس، وبتحقق ايرادات اضافيه. طبعا مش زي رسوم العبور، لكنها برضو يعني اضافه لداخل قناه السويس، وتاكيد لرياده هيئه قناه السويس ورياده مصر في الحقيقه في هذا القطاع، اصلاح السفن. وعايز اقول لحضراتكم ان الشركه اليونانيه المالكه للسفينه على طول اتصلت بالهيئه وتواصلت معاها واكدت ثقتها في قدره ابناء الهيئه وابناء ترسانه السويس في اصلاح هذه السفينه زي ما حضراتكم شايفين. طبعا تحيه لابناء هيئه قناه السويس وعلى راسهم الفريق اسامه ربيع رئيس هيئه قناه السويس. ودائما وابدا مصر فيها حاجات جميله ترسخ في الحقيقه قيم ومبادئ رياده مصر فعلا وقولا. بشكركم، كنت معكم بالصحة.